السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي ان هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحة وسلام يا رب. وبغيت نقول لكم وبغيت نشكركم ونشكر كاع الاخوات اللي انضموا لي للقناه، ونشكركم كذلك على التعاليق ديالكم اللي كتخليو ليا وعلى اللايكات ديالكم اللي كيفرحوني وكيشجعوني انني نزيد نعطي اكثر. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا معكم هي هاد طريقتي في تلميع الخشب. الخشب اللي تيكون يعني عود النيت، ماشي داك العود الاخر. المهم البنات، هذه صالامونجي اللي كناكلوا فيها دائما، اللي صراحه تكرفيت عليها ما نعاودش لكم، يعني كل نهار اللي هي اللي كناكلوا فيها، وصراحه كتنفع بزاف بزاف. راه ما نعاودش لكم لاي واحد، كنصح اي وحده يعني واخا تكون عندك غير دار صغيره ضروري خصي واحد المكان اللي ضروري ديري فيه صالامونجي، لانها صراحه والله الا غتهز لك بزاف ديال الشقه وتماره، يعني كتنفع بزاف اكثر اللي عندهم الوليدات الصغار. صراحه اللي عندهم الوليدات الصغار يعني تيكون واخا تعيمات حضرتي تحطي يديه فوق من الطلامط، تحطي يديه فوق من الزربيه، يديه تيكونوا مسخين ولا شي حاجه كتنوضي خصك تصبني. اما هاد الطاوله الصراحه راه كتنفع، هاد الطابله هاد الصالامونجي صراحه كتنفع بزاف. المهم البنات، انا عندي غير زيت العود. زيت العود متواجد في جميع المنازل المغربيه. خذي زيت العود باقي لك بحال ما هكا، انا بقى لي مع الفطور خديتو خويتو على هاد الطابله كامله. غادي ندوزو عليها، ناخذ غير كلينيكس بحال ما هكا، ورق المطبخ، وندوز عليها كامله ونعاود نشفها. صافي البنات، الا بان لكم بقى فيها شي زيت غير خليوه غير واحد ربع ساعه، غتلقاوها يعني نشفات ما بقات فيها حتى شي حاجه. هنا غادي ندوز سبيراتور، لان ملي تغدينا ملي فطرنا صراحه ما شطبتهاش، وكذلك ملي تغدينا قلت خليت ندوز لها غير سبيراتور، لان مره في السيمانه بحال ما هكا تنظيف الاسبوعي، مره في السيمانه كندير الدار سبيراتور كامله كندوزها عليها. صراحه السبيراتور اللي صدقات لي بزاف وسولتوني عليها. بالنسبه للبنات السبيراتور كنت واخداها من مارجان بروموسيون، خديتها ب 600 درهم صراحه، وصدقات رائعه وكتجر مزيان ما نعاودش لكم. هذا الراس الكبير كما قلت لكم ديال المهم راه كاين فيديو على سبيراتور، بغيتو تدخلوا تفرجوا فيه راه كاين في القناه. المهم انا دوزت على الكراسه. بالنسبه للطابله كما كتولات كتشرق كما كنقولوا، كتشعل شعيل، والزيت البنات راه ما بقاش نهائيا يعني تشرب، ومع ذلك بقات يعني كتشعل يعني بحال اللي فيرنيتيها. هاد العمليه كنديرها مره ملي كتبان لي ان الطابله ديالي صاموجي يعني بدات كتبهات، بدات كتكشف، يعني كنستعملها صراحه كنفعني بزاف. ويعني كما قلت لكم زيت عود راه متواجد في جميع البيوت المغربيه. المهم البنات، انا غادي نقاد صالامونجي ديالي، كنحط هاد لي طابي فورير اللي صراحه صدقوا زويونين وكيعطي واحد المنظر واحد الرقي المنازل ديالنا. هنايا قلت ضروري ما نوريكم سبيراتور اللي صراحه كتجبد مزيان، نوريكم شنو كتجبد. المهم البنات، انا كنستعملها كما قلت لكم مره في الاسبوع، يعني صراحه راه كتجبد وكتبين داكشي اللي ما نقدرش الشطابه العاديه انها تحيدو، اللي هي الخمله الغبره. كما كتشوفوا كل ما تعطلتوا على الدار كل ما غتلقاوها انها غتجبد لكم اكثر، لان كنستعملها مره في الاسبوع. يعني استعملت دابا الدار كامله كما كتشوفوا راها ما جرتش بزاف، يعني الدار ما فيهاش الغبره وما فيهاش يعني بزاف. وحاجه اخرى بغيت نشاركها معكم، اللي هي انكم ملي تكونوا كتاسبيريو كما تنقولوا ضربوا عصفورين بحجر واحد، وانكم هاد البونجه هذه اللي كتكون في سبيراتور، كتكون في اي سبيراتور، انا متاكده ضروري ما كتكون في اي سبيراتور. هاد البونجه هذه ديروا فيها معطر، عندكم زيت الاساس اولا داك معطر غوتا اللي تيتباع غير عادي غير في المحلات، اولا عندك غير صاني كروه، المهم ولا عندك غير الريحه غير البارفان ديالك انتي، المهم رشي اولا ديري قطيرات. راه ملي كتكون كتاسبيري كتعطي واحد الرائحه للمنزل رائعه. يعني ملي كتسري سميتو من التقادي ديال الضوء من الاسبيراتور وداكشي كتلقاي الدار عندك فيه واحد الرائحه اللي رائعه ومنعشه. صراحه هذه فكره قلت ضروري ما نشاركها معكم. المهم البنات، هنايا من بعد ما قاديت الدار جمعتها، هنا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم واحد الكريسات اللي كيجيو صراحه زوينين بزاف. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه هاد الكريسات هادو.
كما كتشوف خديت هاد البول هذا. صراحه دوك خديتهم من اكياس تقول صراحه زوينين بزاف. البنات اللي مشيتو لقيتوهم غير خذوهم، راه دايرين 20 درهم، ولكن الصراحه غزالين يعني نفعوني بزاف. حيد داكشي كاع ديال البلاستيك، ديك البانيوات وداكشي ديال البلاستيك، الصراحه خليت غير هذا. المهم غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال خميره فوريه اولا خميره حبيبات، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره عامره ديال السنيده، ومعلقه واحده ديال الفورس، وواحد الكاس ديال الماء، كاس ديال الماء دافي. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وغادي نخليهم حتى يتفاعلوا مزيان. غنخليهم واحد 10 ديال الدقائق. هاد الطريقه هذه كتعاوننا ان الكريسات ديالنا كيجونا مقطنين ورطبين بدون مجهود. كما كنقولوا ما كنضربوش معاهم تماره، ولكن كيجيو صراحه زوينين بزاف. صافي هنايا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نضيف باقي المقادير. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال الحليب المجفف، ممكن تعوضوه بالحليب السائل. وبالنسبه للماء غادي نزيد 2 كيسان ديال الماء، يعني هاد الكرواسه هذه كتحتاج 3 الكيسان ديال الماء. وغادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزيت الزيتون اولا زيت نباتي اللي عندكم. صافي هنا غادي نخلط المكونات من بعضياتهم مزيان، وغادي نزيد ليهم واحد البيضه بحراره المطبخ، بيضه واحده. دابا غادي نضيف غادي نزيد الفورس اللي هو الدقيق الابيض. بالنسبه للفورس على حسب هاد المقادير اولا هاد المكونات اللي عندنا، يعني تقريبا انا احتاجيت واحد خمسة الكيسان ونص ديال العنبه ديال دقيق الفورس. نضيفوا الملحه ما نساوهاش، وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه مملوءه ديال الخميره ديال الحلويات. صافي هنا غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد العجينه ما كتحتاج لا درك لا والو، غير واحد شويه كما كتشوف باش تجمع لينا هذيك العجين. بالنسبه للعجين يكون لين يعني رطب، يعني كيلتصق في اليدين، ما يكونش قاصح، باش هكا داك الكريسات كيجيونا يعني رطبين. غادي نخلي العجين ديالي هنا يختمر على جنب، وغادي ندوز معكم باش غادي نوجد معكم الحشوه باش غنعمروا هاد الكريسات هادو. بالنسبه هنا عندي واحد 3 ديال البصلات، وعندي خيزوات، 2 قرعات. المهم اللي عندكم واخا تكون غير خيزوه، المهم اللي الكميه اللي بغيتو نتوما على حسب يعني على حسب عدد الافراد ديالكم شحال نتوما اصلا درتو. المهم غادي ندوز باش نقي الخضيره ديالي. المهم هنايا انا كنقي فوق من هاد القراده، يعني نقصوا علينا شويه الخدمه، ما نقردوش فوق من يعني شي بلاصه اللي نترونوا فيها. يعني فوق القراده نديروا كلشي كما كتشوفوا. غنحيد هاد الزبل هذا نمشي نلوحو في بلاصتو، ونقي الدنيا هنايا عاد باش نكمل، باش هكا كنخدم وانا مرتاحه. اما الا كان المطبخ يعني مرون وداكشي يعني كتحسي براسك ما مرتاحاش، تبغي تحطي في شي حاجه كتلقاي كلشي عندك عامر. المهم غادي نقطع هاد الخضيره هادي. بالنسبه للبنات هاد الكريسه صراحه كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ بزاف، ويعني وبزاف كيوجدوا ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت نهائيا. انا غادي نديرهم كبارين شويه باش هكا ما ياخذوش ليا بزاف ديال الوقت. يعني في هاد فصل الشتاء ضروري كتبغي ديري شي حاجه في الماكله في الليل اللي يعني كتعرفوا مع البرد، يعني ضروري كتبغي شي حاجه اللي تكون يعني ما كتبقاش شي حاجه اللي فحال هكا اللي كتنفع اللي كتسخن.
صافي هنا غادي ندوز باش غادي نشحر هذيك الخضره. بالنسبه لي البنات انا هنا ما عنديش الزيت، ممكن تستعملوا الزيت، انا لقيت انا الزيت قاده ليا، غادي نستعمل غير الزبده. الزبده صراحه كتجي رائعه، كتجي صراحه الزبده كتجي احسن من الزيت انا تنظن، لان الزبده كتعطي واحد المذاق رائع. المهم ملي كنشحروا فيها كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. المهم هنا غادي ندوب هاد الزبيده ديالي اللي غنشحر فيها البصيله هي الاولى. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه لهاد البصيله هادي. صافي هنا غادي نحك، خليت البصيلات ديالي تشحر مزيان حتى طيح، وغادي نحك هاد الخيزو هذا وهاد القريعه بهاد الشكل هذا، لهاد الشكل كما كتشوفوا، هاد الشكل طولي، باش حتى هما نشحروهم ويطيبوا لينا يعني بالزربه. بالنسبه للبصيله ديالي هذه كما كتشوفوا البصله هي طابت وطاحت مزيان وذهبت، غنضيف لها واحد الرويس ديال المعلقه ديال القرفه بحال غادي نعسلوها. المهم غادي نعسلوها وغادي نضيف لها كذلك واحد المعلقه صغيره عامره ديال سكر سنيده. صافي غادي نخليها حتى غتعسل ليا وتزيد مازال طيح مزيان وتشرب لي ديك القريفه وتشرب داك السكر سنيده اللي ضفت ليها. هنايا البنات في نفس المقله غادي نشحر فيها خيزو والقرعه اللي كنت بشرتهم. يعني غنشحر غير في الزبده كما قلت لكم، ما بغيتوش تشحروا في الزيت. صح الا عندكم يعني تشحروا في الزيت ممكن، ولكن كما قلت لكم الزبده راه صراحه كتعطي واحد المذاق زوين ملي كنشحروا فيها. كنخلي هاد الزبيده ديالي حتى تذوب مزيان. صافي كما كتشوفوا بالنسبه للخضره ديالكم ضروري تكون ناقصين عليها البوطه باش هكا كطيب على خاطرها، لانه ما كتحتاجش لينا بزاف ديال الزبده اولا الزيت. كما كتشوفوا هي طابت وطاحت. دابا غنضيف لها الكميه الكفته اللي عندي بالنسبه هنايا، يعني باش هاد الدرهم راه ممكن ديري 10 اللي زوين. كما كتشوفوا عندي كما قلت لكم 10 دراهم ديال الكفته. غادي نضيف لها الخضر، غادي نضيف لها عفوا التوابل. عندنا معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ونص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال البصار. ممكن تضيفوا الحار الا بغيتو، اختياري. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه للكفته ما غاديش نطيبها، يعني انا طافيه البوطه انا دابا، غادي نخلط غير التوابل مع هاد الكفيته مع هاد الخضيره هادي، وغادي ندوز باش غادي نعمر بهم. ممكن البنات تضيفوا الجبن، الفرماج موتزاريلا او الفرماج الاحمر، المهم اللي بغيتو. انا هنا ما عنديش وما ضفتوش، وصراحه جاو زوينين بزاف وجاو لذاد، واخا ما ضفتش ليهم الفرماج يعني ممكن الاستغناء عليه، ماشي ضروري.
صافي البنات من بعد ما ساليت لقيت ان العجين ديالي اختمر ليا مزيان، يعني جات معاه يعني قد انا ساليت ولقيت هو اختمر ليا مزيان. راكم كتعرفوا دابا مع البرد يعني كياخذ الوقت شويه باش انه يختمر. كما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالو مزيان. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نخرج منه الهواء، غادي نديكازيه مزيان ونخرج منه هذاك الهواء اللي دخل فيه، وغادي ندوز باش غادي نشكلو معكم. بالنسبه لهنا غادي نشكلوه المهم بمساعده نديرو شويه ديال دقيق الفورس فوق سطح العمل وغادي نشكل به. المهم غادي نديرو كويرات. انا كنبغي شي حاجه نطيب شي حاجه في الليل بحال هكا في العشيه، شي حاجه اللي كطيب في الفران، منها كنقص عليا الخدمه انني نبقى نطيب شي حاجه في البوطه. ومنها كذلك ان الدار باش كتسخن معاك تعرفوا دابا كاين البرد بزاف، يعني الفران صراحه كيسخن الدار. يعني كنفضل انا ديما شي حاجه في الليل ضروري في العشيه كنطيب شي حاجه اللي في الفران ضروري باش هكا كما قلت لكم كتسخن الدار، لان هاد الايام هذه كاين واحد البرد صراحه قاصح بزاف. ولكن الحمد لله والشكر اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى مرحبا بها. المهم هنايا كما كتشوفوا غادي نقطع على حسب نتوما، على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. انا بغيت نديرهم هنا كبار، واش فهمتوا؟ بغيت ندير كريسات كبار. يعني قطعت هاد العجين هنا قطعته على 6 ديال الكويرات. حاولوا انكم تقطعوهم يكونوا متساويين. صافي غادي نحاول اني نشكلهم على شكل دائري. صافي هنا شكلت الكرات ديالو درت باش غادي الخليط ديالي كما كتشوفوا تا هو غنقسمو على 6 باش هكا باش هكا كيجي التساوي كما كنقول، باش كيجي داكشي متساوي. نساوش البنات الملحه راني ما ذكرتهاش لكم في الحشوه، ضروري ما تستعملوها. صافي هنا غادي ناخذ الكويرات ديالنا، يعني غير نشكلوهم مباشره كندوزو كنبداو نعمرو فيهم. غادي نورك عليهم بحال هكا كما كتشوفوا باش غنحط لهم العماره. نحط هذيك الكفته اللي كنت درتها مع التوابل والخضره، وغادي نزيد شويه ديال البصل اللي عسلته. صراحه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. كيفكرني هاد الخبيزات هادو اللي كندير صراحه كيفكروني في البسطيله. البنه ديال التماطم كتجي قريبه الصراحه البنه ديال البسطيله، واخا راه ما فيهمش شي مكونات اللي بزاف ولا شي حاجه، ولكن صراحه كيجيو زوينين بزاف. صافي كما كتشوفوا كنجمعهم هكا بحال الكميميسه بهذه الطريقه هذه. يعني العجين راه كيتجمع وكيلتصق مع بعضياته يعني بكل سهوله. صافي كما كتشوفوا هذا الشكل هذا، وغادي نحطهم في واحد اللاطه اللي كتكون كتدخل الفران. نكونوا ضروري دهناها بشويه ديال الزبده اولا زيت. المهم غنستمر بهذه الطريقه حتى غنكمل الكويرات ديالي كاملين ونرجع نكمل معكم. المهم البنات هنا ساليت الكويرات ديالي كما كتشوفوا درت 6 كما قلت لكم راه كبارين شويه. دابا غنخليهم حتى يختمروا، حتى يطلعوا واحد شويه، ماشي يختمروا غير يرتاحوا واحد 10 دقائق حتى ل5 غير يرتاحوا، يعني ما نخليهمش يخمروا بزاف، غير يرتاحوا واحد شويه. كما كتشوفوا هنا غادي نورك عليهم واحد شوي باش ما يجونيش يعني طالعين. ممكن تخلي بلا ما توركوا عليهم اللي بغيتو نتوما، انا بغيت نورك عليهم واحد شويه كما كتشوفوا. صافي وغادي نخليهم حتى يرتاحوا عاد باش غادي ندهنهم بصفر البيض. صافي هنا ارتاحوا واحد شويه كما كتشوفوا واحد 10 دقائق. غادي ندهنهم هنايا بصفر البيض اللي خلطته مع شويه ديال القهوه سريع الذوبان، وحاطه القطره ديال الخل باش هكا ما كيجوناش مزفرين نهائيا. غادي نحاول ندهنهم كاملين بجميع الجوانب باش ما يبقوش هي بيضين، باش يتحمروا جميع الجوانب يتحمروا لينا.
صافي هنا راني شعلت الفران. غادي نشعلو الفران غير من التحت حتى يبداو يطيبوا، وغادي نعاودو نشعلوهم باش يتحمروا من الفوق. بالنسبه للفران يكون الحراره متوسطه. الا كان عندكم فران ديال الضو شعلوه على 200 درجه او لا 180 درجه، ما يكونش سخون، يعني ما تشعلوش الحراره تكون مرتفعه، كما قلت لكم الحراره تكون متوسطه باش كيطيبوا لينا مزيان. لان الكفته ما تنساوش انها ما طيباش، غادي تطيب لينا مع الكريسات. يعني ضروري ما نكون منقصين الفران ديالنا وشاعلين غير من التحت حتى يطيبوا لينا الكريسات على خاطرهم. صافي وهكا غادي نشعلو من الفوق باش غادي يتحمر. هنايا رشيتهم بواحد شويه ديال الجنجلان، ممكن ترشوا بداك الخشخاش او السانوج كما كنقولوا ليه، ممكن تزيين. صافي البنات هنايا راه طابوا ليا الكريسات ديالي، غادي نوريهم لكم كيفاش كيجيو. هانتوما كما كتشوفوا البنات صراحه كيجيو زوينين، كما كتشوفوا كيجيو صراحه محمرين ومذاق صراحه كيجي رائع. المهم هنا البنات نوريكم كيفاش كيجي وكيفاش كيجي الشكل ديالهم من الداخل. المهم انا قلت ضروري ما نوريكم كيفاش نرى بردو، صراحه كيجيو رطبين مفشوشين. ما نعاودش لكم العجين صراحه رائع بزاف، كيجي خفيف بحال القطن. ما نعاودش لكم صراحه غزال. وراك شفتوا المكونات يعني راه بسيطه، ما فيهمش بزاف ديال المجهود ولا تمارين، يعني بالزربه كيوجدوا. غادي نحل لكم واحد وحده باش غتشوفوها من الداخل كيفاش دايره. كتلقاو يعني كما قلت لكم الكفيته كطيب وكلشي كيطيب صراحه، كتجي صراحه زوينه كما كيشوفوا، كيجيو خفيفين بزاف. يعني كاقتراح لوجبه غداء ولا وجبه عشاء، اللي صراحه وجبه سهله وبالزربه كتوجد معنا. صافي البنات انا غادي نحط وجبه العشاء اللي كما كتشوفوا غنقدمها غير مع عصير الليمون. المهم غادي نكمل معكم فيديو بالاجابه على بعض الاسئله ديال الفيديو اللي فات، الفيديو ديال جوله في مدخل البيت. فبزاف ديال الاخوات اللي سولوني على يعني داك الطبيصلات اولا على المهم داكشي اللي كان فوق الطاوله، وقلت ضروري من ندخله في الفيديو القادم اللي غادي نحط لكم دابا. المهم هنا غادي نجاوبكم على جميع التساؤلات اللي لقيت في لا فيديو او لا في الخاص اللي دخلت وصيفطوا لي في البريفي. المهم البنات اول حاجه سولتوني على هاد لي طابي بزاف. بالنسبه للبنات لهاد لي طابي هادو كنت واخده من واحد السيده سميتها كازا كوميرس من الفيسبوك، عندها واحد الباج في الفيسبوك. صراحه الثمن ديالهم رخيص، خديتهم ب35 درهم الوحده. صراحه زوينين والكاليتي ديالهم صراحه زوينه كما كتشوفوا. وخديت هاد الغوز بيبي وكنت واخده هاد الدائريه في الابيض اللي صراحه زوين كما كتشوفوا دابا هادشي ديال الفورير يعني الموضه بحال ما كيتستعمل بزاف اننا نديرو في السيجور اولا في الصالون. صراحه كيجي زوين وكيجي منظر راقي بزاف. كما قلت لكم 35 درهم الوحده من كازا كوميرس. انا نخليكم هنا التصويرات ديال الصفحه ديالتها. وثاني حاجه البنات غادي نشاركها معكم هو هاد طريق الطاوله اللي صراحه زوين بزاف وعجبكم بزاف. المهم هنايا كيجي على جوج ديال الالوان اللي هو الدوغي والارجونتي اللي انا نستعملهم عندي في الدار. يعني كيعجبني هاد جوج ديال الالوان كيعجبوني. كما كتشوفوا كيجي بالموزون، يعني لا درتي بحال ما كيرجع، يعني لا بحال ما لا مسحتي بحال دوزتي اليد كيرجع في لون عاوتاني. المهم كيعطي جوج ديال الالوان. الثمن كنت خديته كنظن انه 100 درهم، ما عقلتش مزيان، وقيل انه 100 درهم من. المهم انا نخليكم
الرابط ديال السيده ساميه ديكوشي. كتدخلوا غير الفيسبوك، الصفحه ديال الفيسبوك كتبوا يعني ساميه ديكوشي راه غادي يطلع لكم. هما وهاد هادو ديال اللي كنحطوا فوق منهم الطباصل. بالنسبه لهادو اللي كنحطوا فوق منهم الطباصل كنت خديتهم ب 25 درهم. كنظن انهم 25 درهم اولا 35. المهم البنات الاثمنه راه ما تنعقلش مزيان، دخلوا سولوا السيده راه تعطيكم جميع التفاصيل. بالنسبه لهاد الطباصل حتى هما من ساميه ديكوشي. كنت خديت من عندها هاد اللون هذا في الاول اللي هو هاد اللون الصفيفر اللي صراحه كيجيو زوينين، وهاد الكري هذا اللي صراحه هو زوين. بالنسبه لشحال من بياسه خديت شحال من طبسيل. خديت المهم 12 البنات، 12 من الصغار، 12 من الموين، و 12 من الكبار. كان الثمن ديالهم 600 درهم. كما قلت لكم ساميه ديكوشي. كنخليكم اللين ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الفانوس هذا تا هو كنت خديته من عند كازا كوميرس اللي صراحه زوين. كنظن اني خديته 50 درهم اولا 35 درهم. انا قلت لكم الاثمنه راه ما تنعقلش. وصل لهنا كنظن اني جاوبت على الاسئله كامله اللي كانت في الكومونتير في الفيديو السابق. كنقول اي وحده اول مره غتستضيف القناه ديالي ما تنسيش حبيبتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي. اما الناس اللي في القناه تردها داركم. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.